دايت اكتوبر اللي تقريبا كل الناس قاعده مستنياه، وكل شويه يبعتوا لي فين الدايت، فين الدايت، انزلي بدايت اكتوبر او مقترحات لوجبات فطار غدا عشاء زي ما دايما بحب اقولها لكم، علشان انتوا تقدروا تبدلوا الغدوه دي بغدوه موجوده في التلاجة عندك. النهارده اكل البيت هيبقى كذا. فانا عارفه ان انتوا مستنيين الفيديو ده، بس من فضلكم حاجه مهمه جدا. في فيديو نزل تقريبا من حوالي 9 ايام، كنت لابسه فيه فوشيا كده وباين ومنور على الفيديو، وكان في قاعده انسي. القواعد دي لو سمحتوا اسمعوها، واسمعوها بقلبكم كده علشان ما تبقوش حاسين ان ده قانون. دي اصلا قاعده عبيطه انا اللي عملتها من خبرتي في انه انسي كذا لو عايزه تخسي، انسي انك ما تخسيش لو عملتي كذا. فده هيفيدكم قوي قوي قوي، افيد بكتير من ان انتوا تمشوا على ورقه وقلم واكل ايه وما اكلش ايه. والله العظيم قد ايه قد ايه الدايت سهل لو كل واحد مشي مع نفسه، وكل واحد اكل قليل، واكلنا من اكل البيت، وقللنا كذا وبطلنا كذا، واتحركنا اكتر. المقترحات لسه مش هتنزل دلوقتي، انا هنا مجهزه لكم نقط مهمه قوي قوي قوي، اتمنى انها ان شاء الله تفيدكم، وان انتوا تسمعوها برضو بقلبكم. لو عجبكم الفيديو اتفرجوا عليه لحد دلوقتي، بليز اعملوا لي لايك واعملوا شير، لان دعمكم دايما مهم وهو اللي بيخليني اكمل، والكومنتس بتاعتكم هي اللي بتفتح لي مواضيع اقدر اتكلم فيها معاكم بعد كده، واعرف فين المشكله زي ما انا عرفت المشاكل فين، واقدر دلوقتي اشرحها في فيديو واحد لكل الناس. يلا، اول نقطه هتبقى هي استغلال شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر علشان نخس. فايده الثلاث شهور دول كبيره جدا، اقدر اخس فيهم حوالي 6 كيلو وانا مرتاحه. حوالي 6 كيلو، يعني ممكن حد يخس اكتر سنه او يخس اقل شويه او اقل شويه كتير، يعني من 4 ل 6 كيلو عادي جدا ان احنا نخسهم في 3 شهور. حد هيشوف ان ده قليل وان لا انا عايزه اخس 6 كيلو في اسبوع او في شهر، هقولك ان ده تقريبا صعب جدا. لو عايزه تخسي صح وتخسي دهون، ادي لنفسك تقريبا نص كيلو في الاسبوع، وده هيبقى ممتاز. اول اسبوع او اول اسبوعين بنخس فيهم اكتر شويه عشان الميه اللي بتنزل وما بيبقاش كله دهون وبيبان علينا بسرعه جدا. تعالوا نتكلم بقى على النقطة اللي اتكلمنا فيها، هي استغلال شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر. اقدر ان انا اتحرك فيهم، امشي، انا لسه مش بردانة قوي، اقدر لسه ادخل السلطة كمكون رئيسي، وجبة رئيسية معايا في الغداء، اقدر اتعشى سلطة، اقدر ان انا اتحرك لاني مش بردانة. الجوع بتحكم فيه، الشبع بتحكم فيه. فالجو في ال3 شهور دول مناسب جدا لان احنا نبدأ دايت. وبداية الدايت مش معناها ان هو هيخلص، هو مكمل معانا، بس الستارت والبداية ونقطة البداية هي دايما اصعب نقطة. احنا ممكن نخس اكتر من 6 كيلو كمان، لكن ده هيبقى على حسب الحركة. لو انا بتحرك اكتر، لو بتمشى كل يوم، لو بتمشى يوم بعد يوم، بتمشى نص ساعة ولا ساعة، بتحرك، برقص، بتنطط، الحركة. وده دليل على ان اي حركة هي من مجهودي، هي من سعراتي، فانا بتحرك بحرق سعرات، بتحرك بحرق سعرات. واحنا قاعدين بنحرق بس واحنا ماشيين، واحنا بنجري، واحنا بنلعب رياضة، واحنا في الجيم، واحنا في التراك، واحنا بنمشي الشارع ده كله، واحنا بنمد، واحنا بنمشي بالراحة. قبل ما نقول يا دايت اصلا، وقبل ما نمسك ورقة وقلم ونقول احنا هنعمل دايت ونتغدى ايه ونتعشى ايه، افهمي بقى كام حاجه كده ونزلي السوفت وير ده في دماغك. عارفين السوفت وير؟ نزل حاجه كده تخلينا نفكر بطريقه مختلفه ما قبل الدايت. اول حاجه، عايزه اتحكم في الجوع والشبع. اكل امتى واشبع امتى؟ اوكي، باكل مع اول تكه جوع، ما بسيبش نفسي ابقى هموت من الجوع بعدين ادخل اكل بنهم من غير ما احس بطعم الاكل، او بقى انا اكلت قد ايه عيش او قد ايه رز او قد ايه مكرونه. لو حسبتوا انتوا بتاكلوا ايه هتلاقوا نفسكم بتاكلوا كتير قوي. علشان ايه؟ عشان كلتوا وانتوا ميتين من الجوع. اوكي، وده اكبر غلط. فلازم وانا عامله دايت مع اول تكه جوع اكل، مع اول تكه شبع بقوم. مش لما احس بالامتلاء، مش لما احس ان انا جالي تخمه خلاص مش قادره اتنفس من كتر الاكل انا كده شبعت، لا، انا كده ما شبعتش. لازم اسيب للنفس كده مجال،
اوكي. هشرب ميه كتير، وده هبتديه من قبل الدايت. هدخل في حياتي كوبايات الميه، ازازه الميه، الزمزميه بتاعت الميه. لازم ابقى عارفه ان مفيش فري اول 10 ايام، وان اليوم الفري ده ممكن جدا يبوظ لي كل اللي انا عملته عادي جدا، ويخلي جسمي يحوش ميه يومين 3 اقعد اتعذب عشان انزلهم، ولو وزنت نفسي هاحبط. فالمفروض ان انا ما عنديش فري اول 10 ايام، اللي هي الوجبه الفري، مش يوم فري. الوجبه الفري دي باخدها بعد 10 ايام، وبلزق فيها حاجه حلوه كده، اقوم محليه وخلاص بكمل اليوم دايت. دي حاجه لازم تبقى معايا في دماغي. لازم ابقى عارفه اني مش ناويه احرم نفسي من حاجه، واني متاح اني اكل من كل حاجه بحدود. تمام؟ بحدود. مش كل يوم هحلي، مش كل يوم هشوف انا نفسي في ايه. لا، هاكل اللي نفسي فيه بكميه محدوده جدا، ولو هحلي بعد وجبه الغداء مباشره. حاجة هتحرك من قبل ما ابدأ دايت، يعني هحط لنفسي روتين مشي او حركة باي شكل من الاشكال، وباي عدد دقايق يوميا، علشان ده هيساعدني جدا جدا في حرق الدهون، وان الدهون دي بتاخد وقت في حرقها. فادي نفسك وقت علشان يبان عليكي. في دهون حشوية من جوه ما بتبانش قوي، بس هي مليانة من جوه، فدي كمان بتتحرق، ممكن تكوني مش شايفاها بس هي بتمشي. فخدي بالك ان الحرق بتاع الدهون بياخد وقت، ما تستعجليش النتيجة من فضلك. بس كده.